فرخه يا جاد، جايب لي ورك فرخه. كنت سيبه في الفرخه بدل ما تعرج الحزينه. زمانها دلوقتي ماشيه تتنطط يا ولدان اللي عملته فيها. في البرنامج احنا النهارده عندنا ليكم اخبار جديده لنج، حاجه اول مره تسمعوها. موضوع الدواجن واخد حيز كبير طبعا، وده مفهوم. بنقول يا جماعه الحقوا اهو، بنقول يا جماعه في الفراخ هتختفي من مائده المصريين. المهم ان انا عارف ان احنا برنامج ساخر والمفروض ان هو يعني يخفف عننا وكده، لكن النهارده هنتكلم في مواضيع جد، يعني هتقلب علينا مواجع. استيراد دجاج مجمد من البرازيل. الدولة راحت جابت فراخ مجمدة من البرازيل. تجيب الفراخ البرازيلي او تنزل فراخ بلدي مجمده. باستيراد الحكومه ل50,000 طن من الدجاج او الفراخ البرازيليه المجمده. 165 طن فراخ مجمده مستورده من البرازيل. يعني ممكن ما تضحكش، فالنهارده انا بعتذر ليكم وخاصه لإليسا. احنا اسفين يا ست الكل. معترض على ايه؟ بالراحه كده بس، يعني ايه؟ ما تمضعتش. انت ليه معترض؟ انتوا ليه بتكرهوا الناس في نعمة ربنا؟ يعني تخيل حضرتك تتدخل لحل أزمة فيطلع لك في الفراخ اللي هي موجودة. نتكلم جد شويه، النهارده هنتكلم عن الازمه الاقتصاديه. مش قلت لكم هقلب عليكم المواجع؟ معلش. ازمه والناس مقبله عليها جدا، وفراخ وزنها كويس وطعمها كويس. بص اهي بتتقطع اهي بعد ما اتسلقت زي الفل. مالها يا عالم؟ مالها يا ناس يلا عايزين تكرهوا الناس في الفرخه المجمده دي؟ عارف زي ايه؟ شفت انت اكلت النايتي قبل كده؟ عارف النايتي اللي صلاحيته منتهيه؟ الفرخه المجمده زي، والله بجد زي النايتيايه اللي صلاحيتها منتهيه، زي العيش المعطن. اكلها مالها؟ الموضوع الحقيقه مش مجرد غلطه الحكومه، الاعلام برضه يتحمل جزء. مش عيب اننا ننقد نفسنا ونصلح من اخطائنا كاعلاميين، احنا المفروض نتقبل النقد بصدر رحب. فين الوكل يا وليه؟ اهو ده اللي لقيته، وبعدين دي لقمه هنيه تكفي 100. بالمناسبه انا ليا عتاب على الاعلام، لما حد يتكلم في الاعلام ويقول لي كرتونه البيتزا زادت 10 جنيه وكأن الدنيا اخر الدنيا، يقول لك مش عارف الحاجه زادت وكلامنا. انا ما بقولش ان ده كلام مش صحيح، لا. لكن للاسف الفتره الاخيره الاعلام كان بيملى الناس بالاحباط، بيخوف الناس، بيضيع ثقتهم في اقتصاد البلد. تاني يا جدعان، هذه الفراخ بيسموها الفراخ، او هذا الفساد الذي استورده الفاسد من البرازيل ونزله السوق دلوقتي، لازم نشوف وضعه ايه. ممكن ما تبقاش مذبوحه حلال، ممكن ما تبقاش، ما تعرفش الموضوع ماشي فيها ازاي وكده. زي ما قلنا احنا لازم نتقبل النقد بصدر رحب، بس موضوع الاقتصاد ده هو صعب، يعني حاجه كده زي دي مليانه ارقام نظريات صعب نشرحها، ولانه مستقبلنا ومستقبل اولادنا قررنا نشرحه ليكم ولولادكم بطريقه مبسطه. اللي بيصوروا المصريين بان هم ملتعين على الاكل والشرب. عيب كده، اللي عايز يعني المصريين يبلعوا الزلط، لكن مش انزل هات لنا فراخ. لا 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 لا، مش هنجيب فراخ، الفراخ غاليه قوي. الدرجات دي ما يصحش، والله ما يصح انك انت تبين لنا ان احنا ايه، مرعوبين قوي على الايه، ومش عايزين نتكلم في موضوع الاكل ده كتير في التلفزيون. خلاص هنجيب سمك. يا ماما السمك بالكيلو بقى ب80 جنيه. السمك الكيلو ب 80 جنيه؟ واحنا مش هيكفينا غير 3 4 كيلو. لا 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 لا، مش عايزين سمك. تاني بقول ما يصحش، تاني بقول. انا بكلمت على دوله وقلت الدوله دي ساعه لما اتضربت واتدمرت شعبها كان بياكل بيضه في الاسبوع ورغيف في اليوم سنوات طويله جدا عشان يعد بناء نفسه. انت عم باصص لنا على طول ليه؟ متشكرين شكرا. في ايه؟ ده موضوع كبير. مش عايز لخص الازمه الاقتصاديه، ناس بتتكلم على حاجات مش فاهماها، ناس بتهلس، وفي الاخر كلنا بنتنفخ. ناكل. لما اجي اقول للناس ناكل يوم وما ناكلش يوم، يقول لك شوف الراجل يتكلم في ايه، شوفوا السخريه من حالنا. خلاص نقضيها عدس، هات لنا عدس النهارده. العدس ب50 جنيه وكمان السمنه ب200 جنيه، الا كمان الجزر. قولي لها يا بنتي، قولي لها وجزر. في الوقت ده المصريين يقولوا ايه، ادونا الامان وما ناكلش. وانت اللي قاعد تتكلم، انت السبب في اللي بيحصل لي ده. حسبي الله ونعم الوكيل. انت بتحاسب عليا؟ حضرتك معترض على ايه؟ بالراحه كده بس، يعني ايه؟ ما تمضعتش. انت ليه معترض؟ انتوا ليه؟ الحقيقه دي الطريقه الوحيده اللي عرفنا نجيبها عشان نفهم الناس الاقتصاد.